الفقرات paragraph عبارة عن مجموعة من سطور الكتابات داخل المستند، وإذا أردنا بدء فقرة جديدة داخل المستند نضغط على مفتاح Enter، فتنتقل نقطة الإدخال إلى السطر التالي ويتم بدء فقرة جديدة. وتنسيق الفقرات paragraph formatting هو عمل الإعدادات الخاصة بطريقة ظهور هذه الفقرة داخل المستند، مثل نوع المحاذاة والمسافة بين الحروف والسطور والمسافات البادئة إلى آخره. ويمكننا تنسيق الفقرات باستخدام شريط أدوات التنسيق Formatting Toolbar أو باستخدام المربع الحواري Paragraph. وسوف نتعرف أولا على المفاتيح الموجودة في شريط أدوات التنسيق، حيث تستخدم هذه المفاتيح لعمل المحاذاة للكتابات. ونذكر هنا أنه عند تنسيق الفقرات لن نحتاج إلى اختيار الفقرة بالكامل، بل يكفي فقط وضع المؤشر في أي موضع داخل الفقرة. فنقوم بوضع المؤشر في السطر الخاص بالعنوان، ثم نضغط على المفتاح Align Left لعمل المحاذاة إلى اليسار، وبالضغط على مفتاح Center سوف يتم توثيق الكتابات المختارة. ولعمل المحاذاة إلى اليمين نضغط على المفتاح Align Right، ولعمل محاذاة من كلا الجانبين نضغط على المفتاح Justify. والآن نضغط المفتاح Center مرة أخرى لتوثيق كتابات العنوان. وإذا أردنا تطبيق نفس نوع المحاذاة على المستند بالكامل نختار جميع الكتابات أولا، ثم نختار نوع المحاذاة الذي نريده. والمفتاح Numbering يستخدم لعمل الترتيب الرقمي للفقرات، والمفتاح Bullets يستخدم لعمل الترتيب النقطي. والمفتاح Increase Indent يعمل على إزاحة الفقرة الحالية مسافة كاملة إلى الداخل، وبتكرار الضغط على هذا المفتاح يتم تكرار عملية الإزاحة. والمفتاح Decrease Indent يعمل على إزاحة الفقرة الحالية مسافة كاملة إلى الخارج، وبتكرار الضغط على هذا المفتاح يتم تكرار عملية الإزاحة إلى الخارج. وإذا أردنا عمل المزيد من التنسيقات المتقدمة على الفقرات نفتح القائمة المستدلة Format ونختار Paragraph، فيظهر المربع الحواري Paragraph الذي يوفر إمكانيات أكبر لتنسيق الفقرات في المستند. ومن لوحة المتغيرات Indents and Spacing يمكن عمل الإعدادات الخاصة بنوع المحاذاة والمسافة بين السطور والفقرات. فمن القائمة Alignment نختار نوع المحاذاة الذي نريده، سواء إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى المنتصف أو عمل محاذاة من كلا الجانبين. وفي الجزء Preview تظهر معاينة للإعدادات التي نقوم بعملها في المربع الحواري. ومن القائمة Outline Level يمكننا تحديد مستوى التخطيط التفصيلي Outline Level للفقرة. ومن الجزء Indentation نحدد المسافة البادئة التي نريد تركها بين بداية الفقرة والهامش الأيسر أو الهامش الأيمن بإدخال القيم التي نريدها في الخانات Before Text و After Text. ومن القائمة Special يمكننا اختيار تطبيق المسافة البادئة على جزء معين من الفقرة، فباختيار First Line سوف يتم تطبيق هذه المسافة على السطر الأول فقط، وباختيار Hanging سيتم تطبيق المسافة البادئة على سطر بالكامل باستثناء السطر الأول. وفي الخانة By نقوم بتحديد قيمة هذه المسافة سواء بتحريك هذه المؤشرات أو بإدخال القيمة التي نريدها مباشرة في هذه الخانة. ومن الجزء Spacing يمكننا تحديد المسافة التي نريد تركها بين الفقرة الحالية والفقرة السابقة بإدخال القيمة التي نريدها في الخانة Before، والمسافة التي نريد تركها بين الفقرة الحالية والفقرة التالية بإدخال القيمة في الخانة After. فإذا أردنا تطبيق هذه المسافة على فقرة واحدة فقط فلا نحتاج إلى اختيار الفقرة كما ذكرنا من قبل، بل يكفي أن نضع المؤشر فقط في أي موضع داخل الفقرة. ولكن إذا أردنا تطبيق هذه المسافات على جميع الفقرات في المستند وكذلك الفقرات الجديدة التي سوف نقوم بإدخالها بعد ذلك، فلا بد من اختيار جميع الكتابات في المستند أولا قبل الدخول إلى المربع الحواري. ومن القائمة Line Spacing نقوم بتحديد المسافة التي يتم تركها بين سطور الفقرة، سواء مفردة Single أو مزدوجة Double أو بقيمة محددة. وإذا أردنا تطبيق نفس المسافة على المستند بالكامل فلا بد من اختيار جميع الكتابات أولا، وبالضغط على مفتاح Tabs
سوف يظهر المربع الحواري تاب لعمل إعدادات الجدولة، وسوف نتعرف على هذا المربع الحواري في الخطوات القادمة. والآن نضغط OK للخروج من هذا المربع وتطبيق هذه الإعدادات على الفقرة الحالية.